ازيكم يا شباب. انا مصطفى ودي حلقه جديده من شوارعي. كلامنا النهارده هيكون ازاي نبدا في البورصه او ازاي نخش مجال الاسهم. اول حاجه لازم نعرفها وهو ليه نبدا اصلا في البورصه او ليه نخش مجال الاسهم. ده السبب الاساسي ان احنا نخش البورصه ان هي اصلا مجال فيه فرص كل يوم بتتولد، وفي كل يوم فرصه بتضيع مننا واحنا مش واخدين بالنا منها. زي مثلا ان اخر اسبوع ده بس في شركات زي موبيكو، مثلا موبيكو اخر اسبوع فقط زايدة 23%، واحنا كنا المفروض نلحق الفرصة دي بس ضاعت مننا. وفي فرصة تانية زي الدلتا للسكر، ودي كنت قلتها في فيديو قبل كده على التيك توك، لو مش شفتوش روح شوفه. ان الدلتا للسكر دي زادت بس الثلاث ايام اللي فاتوا دول 10 جنيه كل سهم، هو كان ب 40 جنيه. فكل دي فرص هي بتضيع مننا واحنا المفروض كنا نستفيد فيها من الاول. تاني سبب وهي اصلا ان البورصه تعتبر اصل من الاصول، زي مثلا ان انت بتشتري ذهب او ان انت بتشتري عقار، فانت بتحفظ قيمه فلوسك في شركه. ده اصل انت كده حاطط فلوسك في اصل. لو انت مثلا مشتري في شركه فوري، فانت كده حفظت قيمه فلوسك في قيمه الشركه، ان الشركه فوري دي شركه مش صغيره، كل يوم عن اللي قبله هي بتزيد وتكبر. وكل سنه لو شفنا الرسم البياني بتاعها او شكلها على البورصه هنعرف ان هي بتكسب بكميه مش وحشه خالص. فاحنا ممكن نستغل حاجه زي دي على المدى الطويل مش المدى القصير، ان احنا نحفظ قيمه فلوسنا على الزمن. وكان في دراسة على انفستوبيديا بتقول إن الاستثمار في البورصة الأمريكية في خلال ال10 سنين اللي فاتوا فهو عمل أرباح تعدي الذهب 3 ل1. يعني اللي عمل 10,000 مثلا دولار من الذهب هو كان هيقدر يعمل 30,000 في البورصة. فأنا شايف ودراسات بتقول كده برضو إن البورصة مكان هو عالي الخطورة، لكن هو مع الزمن هو أدى بشكل كبير جدا حتى في البورصة المصرية اللي لسه تعتبر بورصة ناشئة، بسبب ان السوق صغير فيها بس كل يوم بتتولد فرص جديده فيه. برضه كمان سبب هو ان البورصه تعتبر مؤشر للاقتصاد في الدوله دي. يعني مثلا هنا في مصر كل ما اداء شركه عالى بنلاقي ان في شركه اماراتيه او شركه اجنبيه ايا كانت هي ايه بتيجي تستحوذ على جزء منها او تشتري جزء منها. وده مؤشر كبير جدا ان احنا كده ممكن نزود الاستثمارات الاجنبيه في مصر، بدل مثلا ما المستثمر يجي يشتري هنا ارض ويعمل مصنع وبعد كده يبدا مشروع وبعد كده يعمل كل الكلام ده. لا، هو بيخش البلد عن طريق الاستثمار في البورصه، هو بيستثمر في الاسهم هنا في السوق المصري. وده برضه بيعمل انتعاش للاقتصاد، لان هو كده بيدخل لنا عمله صعبه، بيدخل لنا فرص تانية زي مثلا ان الشركات الاجنبيه التانية يبقى لها اكسبوجر او ليها معرفه بوجود البورصه المصريه وان هي منتعشه وان هي مش صغيره. طيب ده كان ليه نبدا في البورصه. عايزين بقى النهارده نعرف ازاي نبدا في البورصه. قبل ما نبدا في البورصه لازم نسال نفسنا سؤال مهم جدا: هل شركه الوساطه دي او البروكر سهل التعامل معاها؟ يعني مثلا هنا في مصر في اكتر من 10 شركات تداول اوراق ماليه او شركات وساطه او بروكرز، الثلاثه نفس المعنى، كلهم بيتداولوا في البورصه، كلهم بيفتحوا حسابات للعملاء كل يوم عشان يبداوا في البورصه. بس في شركه اسهل من شركه، في شركه حلوه للمبتدئين وفي شركه تانية وحشه للمبتدئين لان مثلا بتحتاج رقم كبير، في شركه للمستثمرين الكبار وفي شركه تانية مناسبه مع المستثمرين الصغيرين. وكلام النهارده هيبقى عن المستثمرين الصغيرين المبتدئين لسه. ولما نيجي نتكلم عن المستثمرين المبتدئين او المستثمرين اللي لسه بادئين في البورصه لازم نتكلم عن ثاندر. وده مش اعلان ممول، الفيديو ده مش اعلان ممول ليهم، انا نفسي يمولوني اصلا بس هو ده مش اعلان ممول ليهم، هي بس عشان عن استخدام شخصي. انا استخدمت اكتر من 4 منصات و4 شركات هنا في مصر، احسن شركه عجبتني فيهم هي ثاندر. ومعنى ان هي مناسبه للمستثمرين الصغيرين ان هي مش مناسبه للمستثمرين الكبار، بالعكس انا اعرف ناس برضو معاها برضو مبالغ مش صغيره خالص بداوا في ثاندر لان ثاندر بالنسبه لهم سهل. ثاندر هي لسه شركه يعتبر لسه من حوالي سنتين، لسه بادئه، يعني بقى لها مثلا مش بقى لها مثلا 20 سنه زي باقي الشركات او 10 سنين زي باقي الشركات. بس هي بصراحه عجبتني جدا في السبايك بتاعها، او ان هي خلت مستثمرين كتير يخشوا البورصه. لان من الاحصائيات بتاعتها وبتاعت البورصه المصريه 86% من المستثمرين اللي دخلوا البورصه جداد دخلوا عن طريق ثاندر، استخدموا ثاندر عشان يبداوا في البورصه. بصراحه انا كاستخدام شخصي زي ما قلت انا بحب ثاندر، انا بستخدمه اصلا شخصيا. انا استخدمت 4 شركات قبل كده وهي كانت الخامسه وثبت عليها في الاخر ولسه لغايه النهارده بتكلم عليها. من مميزاتها ان هي سهله جدا، انت بتفتح الابلكيشن تقدر تعمل اكونت سريع جدا. انا فاكر ان انا وقتها كنت عملته في حوالي 4 ايام، وكان وقتها كان لسه بيجي لي المندوب امضي من قدام باب البيت وبعد كده ياخد الورق تاني وبعد كده يرجعه لثاندر، وبعد كده ثاندر تشوف الورق وبعد كده تعملي ابروفل. فده كان بيقعد حوالي مثلا 5 ايام. بس دلوقتي الموضوع بقى اسهل جدا لان في قرار جديد نزل ان الحاجات او الدوكيومنتس تبقى اونلاين، عادي ان انت تقدر تخش تقوم عامل الدوكيومنت اونلاين على طول. فده بصراحه انا شايفه ان هو حاجه جامده جدا ان احنا نبدا فيها، وده بصراحه تقدم جبار وقرار انا بشجعه جدا من ناحيه البورصه او قرار البورصه المصريه الجديد. كان اسهل ابلكيشن اشتريت فيه اسهم كان هو ثاندر. الموضوع كان سهل جدا. انا كنت مثلا يومها كنت بدور على فوري، كنت عايز اشتري فوري، فقعدت ادور لقيت فيه سيرش، دخلت شفت السيرش دوست
كتبت فوري طلع لي، كنت انا عامله بالانجلش فكتبت فوري بالانجلش، بس كمان في عربي تقدر تكتب فوري بالعربي لو انت عامل ثاندر بالعربي. فلقيت الاسهم، لقيت سعره كذا، اشتريته وعملت باي، اشتريت الاسهم اللي انا عايزها، وكان الموضوع خلصان في حوالي 10 ثواني. كنت الاسهم كانت عندي في المحفظه. كمان سبب وان انا برضو لما جيت اشتري صناديق لقيت كل الصناديق اللي في مصر متاحه. يعني لقيت مثلا صندوق CI 30، ولقيت صندوق ايزي فرص وايزي ادخار، لقيتهم موجودين بسهوله جدا. دخلت لقيت دورت عليهم برضو لقيتهم موجودين، اشتريت فيه. وكمان بيجي لك السعر بتاعه قبل كده ودلوقتي، الشرط بتاعهم بيبقى موجود. فده بصراحه حاجه عجبتني جدا في ابلكيشن لسه جديد. ازاي بقى تشتري؟ موضوع سهل جدا زي ما قلت. انت بتقوم واخد الشركه اللي انت عايز تشتري فيها، بتخش تعمل عليها سيرش، بتلاقيها طالعه لك، بتشتري فيها على طول، وبتلاقي المحفظه قامت وبتلاقي الاسهم طلعت لك على المحفظه على طول. المحفظه فين؟ سهل جدا، الموضوع بيبقى في الهوم بيج. يعني بتقوم داخل اول ما الطلب بيتم، بتلاقي الفلوس او بتلاقي الاسهم وصلت لك على الهوم بيج، ودي بنسميها بورتفوليو او محفظه استثماريه. طب ازاي نبدا حساب؟ اولا انت بتنزل الابلكيشن، بعد ما بتنزله بيطلب منك ان انت تعمل بايميل. بتعمل ايميل، بتكتب الايميل بتاعك، بيطلب منك اسمك الاخير، الايميل بتاعك، صوره البطاقه، رقم البطاقه. صوره البطاقه ممكن يطلبها منك متاخر شويه، بس رقم البطاقه هيطلبها منك في اول مره. تاريخ ميلادك، اللي هي الحاجات الاساسيه اللي هو يعرف منها شخصيتك او بيعرف منها ان انت صاحب الحساب الاصلي او صاحب الحساب الحقيقي. بعد ما بيدخلك على الابلكيشن بيقول لك روح امضي من الليجل او البارت القانوني، وده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في السيتنجز، هتلاقي في حاجه اسمها ليجل او الجانب القانوني، وده ما اعرفش اسمه بالعربي بصراحه، بس بتخش عليه من جوه. بعد ما تخش عليه بتلاقي في حاجه اسمها ايجيبشن ستوك ماركت، بتقوم دايس عليها، او ايجيبشن ستوك حاجه كده مش فاكرها بصراحه. بتخش بيقوم قايل لك ارفع صوره البطاقه وش وظهر. بعد ما بتطلب منه ان انت ترفع صوره البطاقه وش وظهر، طبعا بيطلب منك تاني ان انت تحط تاريخ ميلادك. ده موضوع سهل جدا يعني. بعدها بيطلب منك ان انت تصور نفسك وش كده، وبعد كده بيقوم قايل لك بص للشمال، وبعد كده بتصور تاني، وبعد كده بيقول لك انا موافق، تعمل موافقات كده. الموضوع كله روتين يعني، ما فيهوش اي حاجه جديده او ما فيهوش اي حاجه يعني مختلفه يعني. فالموضوع بيبقى سهل جدا بصراحه يعني. كان من اسهل الشركات اللي انا عملت معاها عقد كان ثاندر يعني، حتى قبل الموضوع الدوكيمنت اونلاين ده. نبدا بقى في ازاي تعمل ايداع وازاي تعمل سحب. الموضوع بيبقى سهل جدا، في اوبشنز كتيره، منهم الاوبشن اللي انا بستخدمه دايما هو انستا باي، في اوبشن تاني بتاع فودافون كاش، وفي اوبشن فوري. فودافون كاش زي ما احنا عارفين، وفوري ده برضه ليه عن موضوع تاني، ان انت بتنزل اقرب فرع فوري تعمل ايداع منه عن طريق اسم الحساب بتاعك او رقم الريفرنس اللي بيديهولك. بس انا انصحك بفودافون كاش او انستا باي لو بتستخدم انستا باي. طب ازاي تستخدم انستا باي عشان تعمل ايداع ثاندر؟ زي ما بتبعت لواحد صاحبك على انستا باي، انت بتعمله عن طريق ان انت بتخش على انستا باي عادي، بس بدل ما بتختار عنوان دفع او رقم، انت بتطلع لاخر اوبشن او الاوبشن اللي قبل الاخير، بيبقى مكتوب فيه بانك اكاونت او حساب بنكي. لما انت بقى بتروح لثاندر بتلاقيه هم مدينك اسم الحساب، رقم الحساب، والبنك اللي هم فاتحين في الحساب. تقوم واخد 3 حاجات دول حاططهم في انستا باي، وبعد كده بتقوم عامل تاكيد للايداع في ثاندر. ازاي؟ بعد ما انت بتعمل ايداع من انستا باي بتخش على ثاندر، تكتب ان انت عايز تعمل كونفيرم او تاكيد ايداع. بعد ما بتدوس بيقول لك قول الرقم اللي انت حطيته، قول التاريخ، وباوبشنال او شيء اختياري ان انت تحط عنوان الدفع بتاعك. ليه؟ عشان الموضوع يبقى اسهل واسرع. ان انت بقى تعمل سحب هو اسهل واسهل بكتير بقى. هو بيقوم طالب منك ان انت تقول الحساب البنكي بتاعك. انت مثلا فاتح في بنك مصر، تكتب لهم رقم الحساب بتاعك، ولو مش عارف رقم الحساب بتاعك تقدر تكلم البنك وهم يقولوا لك الرقم الحساب بتاعك كام، وبعد كده بيقولوا لك اسمك كامل ايه، تكتبه بالانجلش احسن. فحتى الايداع والسحب سهل، وده بصراحه ده شيء عجبني جدا، لان في شركات كتير انا كنت فتحت معاها ما كانش احسن حاجه الايداع والسحب فيها. كان لازم تكلم واحد، والواحد ده تقول له حسابك رقمه كام، وبعد كده تقوم رايح على حسابك تاني، وكان في حاجه اسمها كود حساب وكود معامله. فالموضوع كان بيبقى كبير جدا. بس اكتر حاجه عجبتني في ثاندر ان انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي. انا النهارده مثلا عملت سحب، تاني يوم الصبح اول ما اصحى من النوم الاقي فيه رساله مبعوثه لي من البنك بتقول لي ان تم ايداع مبلغ كذا 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 من ثاندر. اخر حاجه من مميزات ثاندر وان اصلا الفيس بتاعته قليله جدا. الفيس دي اللي هي المصاريف اللي بياخدها منك، مصاريف عموله كوميشن، ان هو بياخدها منك من كل تحويله وتحويله او كل بيع وشراء في الاسهم هو بياخد منك. وبالمناسبه اي صناديق استثمار مفيش منها كوميشن. يعني انت بتشتري ب 10 جنيه، انت هتشتري ب 10 جنيه بس، زائد مثلا حوالي نص جنيه لمصر المقاصه. فالموضوع كله بيبقى حوالي 2 جنيه ونص، مش حاجه كبيره جدا يعني. في شركات تانية انا كنت فاتح فيها كانت بتاخد 5 في الألف او 4 في الألف او 3 في الألف. انا شايف ان اقل مصاريف لغايه النهارده هي مصاريف ثاندر. نتكلم بقى عن عيوب ثاندر، وهو مش بصراحه مش كتير جدا، هم حوالي حاجتين تقريبا. اول حاجه منهم وان مش كل الادوات متاحه، مش كل الادوات الاستثماريه متاحه جوه، زي مثلا حاجه اسمها شورت سيل، البيع المكشوف، او المارجن،
وده يعني الشراء بالهامش، والاثنين انا ما انصحش اي واحد مبتدئ يخش فيهم. وبرضه مش معنى ان انا قلت في الاول ان ثاندر للمبتدئين فهي كده ما تنفعش المحترفين، لا هي برضه تنفع للناس الانترميديت اللي هم معاهم برضه مبالغ مش قليله، يقدروا يخشوا برضه في ثاندر ويقدروا يشتركوا في الباقه الاكسبرس. ولو عايزين تعرفوا مميزات الباقه الاكسبرس فممكن تخش على موقع ثاندر وتعرفوا المميزات بتاعتها. فاحنا ممكن نستفيد بكل الادوات الاستثماريه المتاحه لينا كمبتدئين، ممكن نستخدمها عادي جدا ومش هتاثر معانا في حاجه، والاكتتابات بتبقى موجوده، والحقوق كمان بتاعت زياده راس المال، ودي ممكن اتكلم فيه عليها في فيديو تاني، وممكن اتكلم عن الاكتتابات في فيديو تاني برضه، وبتبقى متاحه كلها في ثاندر، ومش بنلاقي اي صعوبه ان احنا نشتري في الاكتتابات او في حقوق زياده راس المال. تاني عيب فيه وهو الكاستمر سبورت او الدعم الفني. كان زمان اول ما عملت ابلكيشن ثاندر كان اخش اتكلم في الكاستمر سبورت لو قابلت مشكله وهو يرد عليا على طول في ساعتها، ممكن بعدها ب 10 دقائق بس بيرد عليا على طول. دلوقتي بقى في اوتوميتد انسر ماشين اللي هو بعد ما انت ترد يقوم سألك سؤال تاني عشان ترد عليه بسؤال تاني، لغايه ما في الاخر يحطك مع كاستمر ايجنت او ايجنت او خدمه العملاء. فكان الموضوع بصراحه اسهل زمان، دلوقتي بقى اصعب شويه، بس ممكن نقول ان بسبب ان الناس الكتير اللي دخلت وان مفيش عدد مهول من الناس دخل، مفيش عدد كاستمر سبورت هيقدر يتحمل كل الناس دي، فلازم يحطك الاول على الانسر ماشين او الاوتوميتد انسرز عشان يبقى في الاخر اللي ليه مشكله كبيره هو اللي في الاخر يكلم الكاستمر سبورت. واتمنى يعني ان ثاندر تبقى واعيه بالموضوع ده وتحاول تصلحه يعني. قبل ما اختم بس الفيديو عايز اقول ان البورصه او الذهب او العقارات، بس احنا النهارده هنتكلم عن البورصه، هو سوق فيه خطوره، سواء فيه خطوره قليله او عاليه لكن هو برضه فيه خطوره. فانصحك بلاش تستخدم اي فلوس ليها التزامات زي مثلا فلوس اكلك، المعيشه، المرتب، القسط، ما تستخدمش الفلوس دي. البورصه اساسها ان انت تخش كمش مستثمر، انت مش خبره في السوق ولا مثلا كنت شغال في بالك 12 سنه، انت بس عايز تعمل دخل زياده او عايز تحافظ على قيمه فلوسك الجانبيه في شيء ليه قيمه. فانا انصحك ان انت كل شهر تحط المبلغ الفائض حتى لو 100 جنيه كل شهر في البورصه، سواء في صناديق استثمار سواء في اسهم، مش هتفرق كتير، المهم ان انت ما تحطش فلوس انت محتاجها. يعني من الاخر انت لو فلوسك دي خسرتها بكره ما تزعلش عليها، قد ما يكون مثلا فلوس ايجار ولا فلوس قسط حطيتها في اسهم، فالاسهم دي خسرت، طبيعي مثلا السوق طالع ونازل تقوم انت حاطط فلوسك والسوق يقوم نازل فالايجار ده يروح عليك فتضطر تستلف عشان تدفع الايجار. لا، نبعد عن الموضوع ده كله وندخل الفلوس اللي احنا مش محتاجينها او الفلوس اللي مش عليها التزامات وبس. حابب اختم ان شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو النهارده. الفيديو النهارده كان يعتبر مش عارف هيبقى قصير بصراحه ولا طويل بعد الادت، بس شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، اتمنى ان يكون الفيديو استفدتوا بيه. لو ما اتفرجتوش على باقي الفيديوهات اللي قبل كده اتفرجوا عليها واستنوا فيديوهات مني اكتر جايه. انا مصطفى ودي صورتي.